اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارحم والدي وعمي وجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين يا رب. أرجو الدعاء في أخت كريمة معانا اسمها دعاء. يعني أرجو من حضراتكم دعاء لعمتها، هي لسه متوفية. ربنا يا رب يصبرك يا دعاء، ربنا يا رب يصبرك ويريح قلبك ويلهمك الصبر والسلوان يا رب، ويرحم جميع موتاكي وموتاي وجميع موتى المسلمين يا رب. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد من حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في القناة، أنا اسمي إسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. النهاردة هو الفيديو ده يعني كان المفروض ينزل مع الفيديو بتاع السوبر ماركت، بس للأسف أنا كنت ناسية الحاجة دي. وده بصراحة يعني هو الفيديو ده تاني يوم، الفيديو ده تاني يوم. اللبن والحاجة ديت انا نسيت اجيبها امبارح، تمام كده، عشان طبعا قلت لكم هنعمل لازانيا ومش عارف ايه وكده. فعايزه اقول لكم ما اتعملتش حقيقي، والله العظيم كنت مرهقه جدا، كنت تعبانه جدا. يا دوبك خلصت الفيديو خلصت الفيديو وخلصت اللي انا كنت بعمله والتنظيفات والكلام ده كله، مخلصه حرفيا العشاء كان مأذن وانا كنت خلاص خلصت وخلصت. يعني هما الاتنين، اللهم لك الحمد والشكر. الحاجه دي انا جايباها من كارفور، والحاجه دي انا لسه جايباها النهارده. اكتشفت ان انا نسيت اجيب بشاميل، اكتشفت ان انا نسيت اجيب لبن عشان البشاميل، وجبت طبق جبنه اضافي مع طبق الجبنه الموتزاريلا علشان خاطر اللازانيا اللي انا هعملها، وهكمل عليها حته جبنه من الرومي هبشرها عليهم، علشان بصراحه انا بحب على الحاجات ديت جبن كتير. تعالوا بقى نشوف ايه هي بقى العروض بتاعت كارفور. نصيحة مني بس لسه هأكد لكم عليها. بصوا المفروض ان ده 4 كيلو ونص. بصوا الحجم قد ايه، يعني ما اعتقدش ان ده 4.5 ابدا. دوت المفروض عليه عرض، كان الشهر اللي فات ب135 جنيه او ب140، لا ب140 كان الشهر اللي فات. انا مش جايبه ليا علشان خاطر ممكن الناس تقول لي انت عندك غساله عاديه وبتجيبي اوتوماتيك، لا ده مش ليا، ده للبيت عند والدي هناك. بصوا هو مكتوب عليه 4.5. يعني وزنته على الميزان اللي عندي، انا الميزان اللي عندي اللي هو الصغير الاستعمال بتاع المطبخ دوت، لقيته تقريبا 3 وشوية، 3700 3800. بس مش عايزة اسيء الظن غير لما اوزنه على ميزان كبير شوية علشان ياخد الكمية كلها. بس كوزن بصوا صغير، يعني انا اول ما شلته اصلا انا زوجي جابه من كارفور عنده في الشغل في المول اللي شغال فيه. فبشيله عشان اشيله يعني جوه في الاوضه، ولما اجي اروح اوديه لقيته خفيف، فانا شكيت قلت يعني ده مش 4.5، لا ده ممكن يكون 2.5، وهو مثلا غلط في الوزن، يعني ممكن يكون زوجي جاب حاجة تانية. فببص على الوزن لقيته لا 4.5 اهوت. طب ازاي 4.5؟ ده خفيف، يعني 4.5 الواحد لما بيشيل حاجة 5 كيلو، انا لما بشيل حاجة 5 كيلو بقدرش اشيلها، فده المفروض الاتنين 9 كيلو، فبشيلهم كأني شايلة مثلا 5 كيلو 6 كيلو مش 9 كيلو ابدا. فكان المفروض اجيب 4، فقلت لا خلينا في الاتنين دول، اوزن الاول اوزنهم واشوف حقيقي فعلا 4.5، حتى لو 4.300. المهم ان هو يكون مع كاسر الوزن ال4 كيلو. قلت اقول لكم علشان خاطر بصوا حبة قد ايه، يعني المفروض 4.5 حبة قد كده، يعني على الأقل قد كده، لا ده بصوا حبة قد ايه. فقلت ممكن تكون ان العروض ديت بتاعة المنظفات خصوصا الاريال والحاجات دي ممكن خدعة، الله أعلم. لأني ده بكام؟ ده ب145 جنيه.
ال4.5 ب145 جنيه. فانا بصراحه اتصدمت في الوزن، مش عارفه لسه ما اتاكدتش منه، فعلشان خاطر نكون على درايه، عشان ما اقولكوش روح هاتوا جميل و4.5 و4 كيلو ونص و145 جنيه، وبره بيتباع ب200 وب190. فلا، لما اوزنه الاول هكتب لكم في المنتدى، على المنتدى لو انا ما عملتش فيديو وقتها، ولو عملت وقتها فيديو هقول لكم في قلب الفيديو ان الوزن فعلا طلع حقيقي ولا لا. تعالوا بقى ندخل. اللبن ده اللي انا بجيبه من السوبر ماركت اللي عندي، اللي هو اولاد عاشور. ده ب10 جنيه الكيلو. فانا بجيب علشان انا قلت لكم ان هو خفيف، مش لبن للشرب، مش لبن ان انا اشربه. اللبن ده انا بجيبه بس للبشاميل، لو هعمل حاجه فيها حلويات فيها لبن، مثلا النهارده اللازانيا، اي حاجه داخل فيها لبن مش هيتشرب، يعني لبن انا مش هشربه لبن. فبجيب اللبن دوت عشان رخيص وبيقضي الغرض. جبت خليته يقطع لي حته جبنه رومي، حته انا قلت له اقطعها لي قطعه على بعضها عشان اعرف ابشرها. دي ب15 جنيه ونص، انا قلت له اقطعها لي ب15. فطبعا هي على حسب الوزن القطعيه بيقطع، يعني على حسب القطعيه بيقطع وبيوزن، ما ينفعش ان هو يقطع منها تاني. ده جبت طبق 8 كيلو دوت 11 جنيه. هو 8 كيلو ب11 جنيه. ده ميكس جبن علشان خاطر اللي قلت لكم اللي انا هعمل يعني النهارده البشاميل وكده باللازانيا. جبت بقى ايه 3. قلت بعد ما يعني احتست حوسه امبارح ان انا ما عنديش، وانا ما كنتش قادره حتى اعمل، فروحت جايبه 3 اكياس. هو تقريبا الكيس من دوت تقريبا ب4 جنيه او ب5 جنيه، والله مش فاكره لانه ما ادليش الريسيت بتاعي. فده تقريبا ب4 جنيه او ب5 جنيه. هي الحاجه ديت جايباها ب71 جنيه. 71 جنيه. طب خليني احسب كل حاجه وهقول لكم بكام. بصوا انا حسبتها، يبقى دي تقريبا يا دي ب5.5، يا اما هو غلى اللبن بقى ب11 جنيه. لاني والله نسيت اقول له هات الريسيت بتاعي، وما سالتوش الاسعار بكام، لاني مفكره ان هي الاسعار زي الاول. فانا دي غلطه مني، انا بعتذر. انا يا اما اللبن بقى ب11 جنيه، يا اما ديت ب5 جنيه ونص. لاني دي انا بصراحه مش عارفه ديت بكام. دي تقريبا ب7 جنيه او ب8 جنيه، حاجه زي كده. لو عارفين سعرها قولولي. دي تشيفي اهيت 7 بهارات. عرفوني كده، لاني انا لما هنزل تاني كمان هسأله. بس فانا جايبه الحاجه دي من السوبر ماركت ب71 جنيه. الاريال زي ما قلت لكم مش هقول لكم تجيبوه غير لما اوزنه واعرف الوزن الحقيقي بتاعه، علشان خاطر انا شاكه فيه بصراحه من اول ما شلته وانا شاكه فيه. لاني حجمه مش 4.5 ابدا. الحبه دول مش 4 كيلو ونص، دول تقريبا 3 كيلو و3.5، مش 4.5 ابدا. بس فانا يعني كان طالبين، كنت عايزه اجيبه 4 شجاير، فجبت 2 بس، وقلت هوزنهم واعرفكم الوزن الحقيقي بتاعهم، لان انا شاكه فيهم بصراحه. بس ده كده كان فيديو المفروض المشتريات كانت تنزل لكم امبارح، بس بعتذر والله نسيت الحاجه ديت اجيبها امبارح. كان ينزل يعني مع الفيديو السوبر ماركت، فنسيت اجيب الحاجه ديت امبارح. والاريال كنت المفروض اقول لكم عليه امبارح على الوزن والكلام ده كله، برضك نسيت يعني. انا والله وانا كده يعني عارفين داخله الاوضه فجاه لقيت الاريال افتكرته، قلت هبقى اقول لكم. والحاجه دي بقى جايه اعمل الاكل بالليل، نسيت، مش لاقيه الحاجه مش لاقيه اللبن اللي هي اساسي الحاجه اصلا. فقلت يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. هتتعوض ان شاء الله النهارده. بس ده كده كان فيديو النهارده. اتمنى يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامه.